من مجانين عالم السوشيال ميديا، إنسان لطيف جدا. قد في المرة الأولى لما تشوفه وتشوف محتواه تتفاجئ، تقول لك هذا شخص مشاغب ومثير للجدل، بس لو غصت في تفاصيله وفي عوالمه ستجد واحد قلبه أبيض جدا جدا جدا. من لبنان جاءكم ملك الريلز والمشكلج الكبير اللي مش مخلي له صاحب لا مدريد ولا برشلونة، مشجع تشيلسي الأول في الوطن العربي بلال حداد. يعني تعودنا على مقدماتك الأسطورية محمد عدنان. أتشرف أستاذ خالد على هذا الحضور واستضافة الحلوة. أول مرة هون بالمجلس. ايه شكرا لكم لقناة الكأس. تشيلساوي مشجع لتشيلسي من 2004، يمكن أقدم مشجعين تشيلسي بالعالم العربي. واحد من أقدم المشجعين. طبعا شجعنا فريق تشيلسي، اللي ما بيعرف عن طريق البلاي ستيشن، كنا عم نلعب بلاي ستيشن نحن و20 شاب، كل واحد نقل ميلان، كان في روما، عايز ايام روما، كان في روما، هلا بطل في روما هلا. جايين وكان في ريال وبرشا، وكل واحد ينقي فريق، تركوه لتشيلسي. كان بعده جاي مورينيو على الفريق وقتها. صحيح. نقيت الفريق واخذنا البطوله وقتها، بطوله الويننج 11 ايام زمان نحكي عنها. الله. هون حبيت الفريق وبلشت اتابعه على التلفزيون ومشيت الامور مع بعض وشجعنا هذا الفريق. بس كيف صرت صانع محتوى محبوب معشوق عندك كل هالارقام وبتحصد الجوائز كلها الخاصه بصناعه المحتوى؟ هلا طبعا لما استاذ خالد جاسم اسمح لي اني انا باخذ دورك يعني. ايه بالعكس، خذ راحتك. انا ضيفكم اليوم، انتوا اصحاب المكان. انت الخير والبركه. هلا شوف، انا اول ما بلشت مشواري ب 2021 من 5 سنين تقريبا، بلشت من صفر. ما كنت اعرف اطلع احكي على الكاميرا ولا اعرف اعمل مونتاج. كل واحد فينا بلش من صفر، ما عنده لا خبره ولا عنده فكره ولا حتى حيعرف شو حيصير معه بعدين. فمع الايام كل يوم انشر فيديوهات، باليوم انشر لي شي 5 فيديوهات باليوم، كنت انشر فيديوهات. مع الايام تطورنا بهالموضوع، تعلمت المونتاج لوحدي، تعلمنا كل شيء والحمد لله. مع الايام الواحد بيتعلم، واحد بيتطور، وخاصة إذا حدا بحب السوشيال ميديا وعنده شغف للشيء اللي بحبه يلي بيعمله. فأنا الكرة بالنسبة لي جزء كبير من حياتي. اسمه هالقهوة هاللايف كمتابعة كسوشيال ميديا، حبيت كمل بهذا الموضوع. الحمد لله مع الأيام عشت وصلنا لمطرح إنه ننتشر للملايين. هيدا بصراحة ما كان براسي بالمرة. زين نبي يعني شعور أول فترة كنت تجيب 10,000 مشاهد. نبي شعور سيلفي مع كريستيانو ضروري تسولف. هذا مؤخرا عمل سيلفي. الجرأة اللي جاتك ولما طلبت الطلب هذه في مكان صعب، انت صعبتها كثير يعني على صناع المحتوى الرياضيين وعلى الجوائز بشكل عام. صعبت على كثير نفسك. صعبتها بالضبط وحتى على كثير نفسي صعب. احكي لنا عن اللقطة بالله، حابب اسمع. والله طبعا كنا جايبين اعلى نسبة اصوات بالجائزة جلوب سكر. صحيح. طلعنا على المسرح، انا مش عارف المسرح حيكون كبير وصناع محتوى موجودين مع اللعيبه العالميه، لامين يامال ورونالدو وديمبلي وعندك لابورتا. قالوا لي اسمي، طلعت على المسرح، الله اعطاني هالقوه لحتى اعمل السي قدام العالم. ما كنت بتوقعها بصراحه. بس لحظه شوي، انا سمعت حطوا لك اللقطات، ها انت ذا. بس سمعت انا بلال انك مش من محبين كريستيانو اساسا. لا بحبه. لا اقصد يعني بحبه. اذا ما يعني اذا سالوك كريستيانو ولا ميسي تقول ميسي صح؟ عيد اللايف شو؟ اذا قالوا لك كريستيانو ولا ميسي انت تقول؟ لا الاثنين. السؤال المحتاج. دام قال الاثنين عرفنا ميسي. لا بس لعلمك اللي بيقولوا الاثنين دول اللي ما بيشجعش برشلونه وريال مدريد صحيح فعلا بيجي فترات بتحب ده وبيجي طبعا. فترات بتحب ده. صحيح. انا معاه. صحيح. شوف انا الحمد لله لا برشلونه ولا مدريد.